لو بتحاولي تدربي ابنك على دخول الحمام بس كل مرة بيحصل نكسة أو الطفل بيرفض أو الموضوع بيطول بالشهور، فغالبا مشكلتك مش في الطفل، المشكلة في التوقيت أو في الطريقة. أنا دكتور يوسف استشاري طب الأطفال وشفت الموضوع ده بيعدي بسهولة مع بعض الأطفال وبيتحول لكارثة في بيوت تانية. النهاردة هقولك السن الصح، الطريقة الصح، والأخطاء اللي بشوفها يوميا في العيادة عشان ما تضيعيش مجهودك وتكرهي ابنك في الموضوع من بدري. مبدئيا، هل في سن مثالي لتدريب الطفل على دخول الحمام؟ الإجابة الحقيقية هو إن في نافذة زمنية مثالية مش رقم سحري. أغلب الأطفال بيكونوا مستعدين بدنيا ونفسيا ما بين سنة ونص ل3 سنين، ولكن أنا كطبيب أطفال ما بشتغلش بالتقويم، أنا بدور على 6 علامات، لو الطفل عنده منهم 4 على الأقل ببدأ معاه فورا. العلامات دي تشمل إن الطفل يبدأ يبان عليه إنه متضايق من الحفاضة، يقدر يقعد من دقيقتين ل5 دقايق بدون حركة، بيفهم ويستجيب للأوامر البسيطة، يبدأ يربط بين الإحساس والتصرف، يقولك أنا عملت، ويبقى في فترة جفاف 2 ساعات أو أكتر، وأخيرا يبدأ يبان عليه علامات الاستقلالية زي إنه يقول عاوز ألبس لوحدي أو يقلد اللي حواليه. طب إيه خطوات التدريب اللي أثبتت نجاحها في العيادة؟ أنا مش هديكي خطة مثالية على الورق، إنما هقولك الخطة اللي نجحت مع أكتر من 80% من الأطفال اللي تابعتهم شخصيا. أول حاجة التحضير. قبل أي تدريب الطفل محتاج يسمع عن الحمام، يشوفه ويقلد القصص والفيديوهات والألعاب اللي فيها بيبي بيعمل بيبي، دي مهمة جدا. يوم البداية لازم يبقى يوم كامل في البيت، نختار يوم ما فيهوش ولا ضغط نفسي ولا سفر والطفل لابس شورت سهل الخلع ومفيش حفاضة خالص. نبدأ بالجلوس على البوتي أو القعدة كل ساعة حتى لو ما عملش، والمدة ما تزيدش عن 3 دقايق برضو عشان ما يتحولش الملل أو مقاومة. التشجيع، كل محاولة بتساوي تسقيف وكلمات إيجابية، مش بس لما ينجح كمان لما يحاول. الحوادث هتحصل وده طبيعي، مفيش حاجة اسمها تدريب من غير ما الطفل يغلط، المهم إننا ما نزعقش ولا نحرجه. عاوز هنا كمان أقول لكم على أخطاء شائعة بشوفها بتبوظ كل حاجة، ودي فعلا من واقع الشغل في العيادة، بتخلي الأهل يرجعوا لورا بعد ما كانوا ماشيين صح. التدريب بدري قوي قبل ما الطفل يكون مستعد، شيل الحفاضة أو البامبرز مرة واحدة بدون تحضير نفسي للطفل، الصراخ أو العقاب لما الطفل يعملها على نفسه، والمقارنة بأطفال تانيين، أو إننا بنعمل تدريب متقطع، يوم تدريب ويوم لأ، والاستعجال وده أهم حاجة. بعض الأطفال بياخدوا 4 ل6 أسابيع عادي جدا. أنا دايما بقول في العيادة السر مش إنك تبدأي بدري، السر في إنك تبدأي صح. تدريب دخول الحمام يا جماعة مش اختبار ذكاء، هو مرحلة نمو بتحتاج صبر وفهم وروتين ثابت الطفل يتعود عليه. ولو الحلقة دي فادتك شاركيها مع أي أب وأم في نص المرحلة دي، وأنا تحت أمركم في أي سؤال أو تعليق، واكتبوا لي بقى في الكومنتات إيه أكبر تحدي واجهكم في المرحلة دي. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، أشوفكم على خير.